السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يفاضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بين الثنائي محمود متولي ورامي ربيعة لاعب الفريق الأول لاختيار أحدهما للظهور في دفاع المارد الأحمر بجوار محمد عبد المنعم في مباراة الترجي التونسي. وعاد محمود متولي لحسابات كولر الفنية بعد فترة غياب طويلة بسبب ظهوره بشكل متميز في المباريات الأخيرة التي شارك فيها. كما يعود محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي لقيادة خط دفاع المارد الأحمر في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غيابه عن المباراة الأخيرة للفريق أمام بلدية المحلة، والتي فاز بها الأهلي بهدفين مقابل هدف بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث. ويعد محمد عبد المنعم أبرز نجوم الأهلي سواء دفاعا أو هجوما، حيث نجح اللاعب في تسجيل هدف فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية في شباك الوداد المغربي. ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في رادس في 10 مساء السبت المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب في 8 مساء السبت الموافق 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي بالسعة الكاملة الجماهيرية. بالتوفيق للنادي الأهلي في المباراتين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.